السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا. لو دي أول زيارة ليك بالقناة رجاء الضغط على كلمة اشتراك أو سبسكرايب وفعلوا الجرس، وأهلا وسهلا بيكم في مطبخ شيف شيماء حامد. والنهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل القرصة المحوجة أو قرصة العسل أو القرصة الصفراء زي ما بتسموها، بس أهم حاجة إن احنا بنحبها ايا كان اسمها. طبعا هي مشهورة جدا في السويس ومشهورة جدا في دمياط وناحية بقى الاماكن اللي هي مدن القناة وبورسعيد وكمان اسكندرية بتكون مشهورة جدا بيها. قرصة لذيذة جدا، طبعا من اكلات الشتوية اللي بتكون فيها سعرات حرارية عالية جدا بتساعدنا ان احنا نتحمل برودة الشتاء. هنعملها بطريقة جميلة جدا ومقادير بسيطة، وتعالوا مع بعض نشوف المقادير المظبوطة للقرصة المحوجة. المكونات اللي هنستخدمها للمحوجة: ربع كيلو قرطاس محوجة وده بيتباع عند العطار. نفترض ان احنا ما لقيناهوش عند العطار او العطار نفسه ما يعرفوش، لان مش كل الاماكن بتبيعه. هنجيب ربع كيلو حلبة مطحونة ومعلقتين كركم ومعلقتين مغات اصلي، هيكون اقرب ما يكون لطعم القرطاس المحوجة. بقية المكونات اللي هنستخدمها: كيلو دقيق، يبقى لربع كيلو الحلبة او قرطاس المحوجة كيلو دقيق، كوباية كبيرة عسل اسود، كوباية سكر حبيبات، كوبايتين ونص زيت، ومعايا هستخدم حبة البركة، هحط جزء مع الدقيق وجزء على وش القرصة، ومعايا سمسم محمص. حاجة هعملها: هجيب الدقيق، هبتدي افتح كده اوزع كده الدقيق على الاركان في الطبق، وهضيف مكونات المحوجة. هحط كمية سمسم كده، وهحط شوية حبة البركة، كمية كده حوالي معلقة. هاخد بقى الزيت هقدحه على النار، وبعد ما اقدحه هجيبه ونشوف هنعمل ايه. طبعا هنا قدحت الزيت، هحطه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد بالنا بس عشان بيكون سخن في البداية. هنقلب كده. الفكرة بقى ان انا لما بنزل الزيت سخن على الخلطة دي، طعم التحويجة وريحتها بتبان قوي مع الزيت المقدوح، وكمان بتدي نعومة اكتر للقرصة. والسمسم الرطوبة اللي فيه بتطلع خالص وبيقرمش معانا اكتر وبيظهر اكتر مع القرصة. ما ضفتش السكر في البداية، لاني لو حطيت السكر قبل ما احط الزيت والزيت ينزل على السكر هيتحرق طبعا، فبستنى اسيب السكر بعد الخطوة دي على طول. هضيف بقى السكر وابتدي الدقيق ابسه مع المكونات، ولازم نبسه كويس قوي عشان كل الحبيبات تتفرق كويس مع الدقيق. خلاص بعد ما ضفت السكر هبتدي ابس المكونات كلها كويس مع بعض، والخطوة دي مهمة جدا. ليا بقى ملاحظة عايزة اقولها لكم بالنسبة لإضافة الزيت على القرصة. اللي عايز القرصة تكون زي البسكوت وتكون مقرمشة يضيف زيت بس. اللي عايز يكون فيها نسبة رطوبة يضيف معلش كوباية سمنة، بتدي نسبة رطوبة وتكون يعني ايه، نحس ان هي طرية شوية. لكن هي يفضل ان القرصة تكون مقرمشة خالص. وكمان في ناس بتضيف بيكنج باودر. البيكنج باودر بيدي برضو رطوبة جوه القرصة، ما بيخليهاش مقرمشة، يعني مقرمشة زي ما احنا عايزينها. لكن بالنسبة لو حد عايزها تكون طرية شوية او فيها نسبة رطوبة شوية يحط البيكنج باودر والسمنة.
هنكمل بقى بس كده، وبعدين هنضيف على طول العسل. هي بتكون مفرولة كده بالشكل ده قبل ما نضيف عليها العسل. هاخد بقى العسل اضيفها عليه، هنضيفه بالراحة كده مش كله مرة واحدة. هحس بس ان العسل ايه لمها معانا، يكون كده خلاص. لسه كمان. اهم حاجة ان احنا نوزع العسل كويس قوي في الخليط كله كده. انا وزعته خلاص. العجينة بتاعته تكون عاملة ازاي؟ لما نيجي نقفلها كده هنلاقيها مسكت في بعضها، نيجي نفركها هنلاقيها مفرولة بالشكل ده. دي العجينة الصح. هي اخدت كوباية العسل بس. لو حسينا ان هي لسه محتاجة اكتر وتكون محتاجة ان هي تكون مفرولة اكتر والعسل لسه محتاج ان هي تتلم، بنضيف معلقتين عسل كمان. هي كده كويسة جدا. النتيجة زي ما قلت لكم اهي، بنلمها لمت معانا، بنضغط عليها تتفرول، بتفرول بالسهولة دي. هي دي النتيجة المضمونة. خلاص بقى هحطها في القالب. هكون مجهزة قالب. انا وزعت الكمية في القوالب، وبعد ما وزعتها سويتها طبعا بالمعلقة، ورشيت سمسم وحبة البركة، وببتدي بقى بالمعلقة اساوي السطح بحيث انها تكون كلها سوا واحد. ويفضل ان السمك يكون 1 سنتي، مش اقل من السنتي او اعلى، لان لو اعلى هتكون سميكة قوي، ولو اقل هتتحرق معانا في الفرن. وببتدي بقى بظهر المعلقة اساوي السطح كله بحيث ان هو يكون ناعم. خلاص سويتها بالشكل ده بظهر المعلقة عادي. لو عايزين تحطوا اي مكسرات، تضيفوا اي مكسرات مفيش مشاكل، بس هي بتكون جميلة جدا بحبة البركة. بجيب بقى السكينة، لازم اقطعها قبل طبعا ما احطها في الفرن. نمشي براها كده عشان الخليط ما يفرولش مننا. قطع طبعا الاشكال اللي احنا عايزينها. وهكون مجهزة الفرن على درجة حرارة متوسطة. هو بياخد حوالي ربع ساعة بالظبط في الفرن، اقصى مدة يعني. هو ما بيزيدش عن ربع ساعة. طبعا بنعرف منين اذا كان استوى ولا لا؟ بنلاقي الطروف دي اغمقت شوية. ما نسيبهوش لغاية لما يتحرق، لانه ده عسل ممكن يتحرق مننا. فمجرد ما احس ان الطروف ابتدى لونها يغمق حاجة بسيطة، يبقى كده استوت معانا. خلاص كده قطعتها وهحطها في الفرن ونشوفها بقى بعد ما تطلع. خلاص كده شكلها بعد ما طلع من الفرن زي ما انتوا شايفين كده. انا سبتها نص ساعة بالظبط في الفرن. بعد ما سبتها نص ساعة على نار متوسطة، طبعا لازم تكون درجة حرارة الفرن متوسطة عشان ما نتفاجئش ان هي احمرت من بره ومن جوه طرية زي ما هي. وبعد ما طفيت عليها سبتها زي ما هي في الفرن تاخد الحرارة بتاعة الفرن عشان تقرمش اكتر، وطبعا بتنعم اكتر. طالعة جميلة جدا وريحتها في منتهى الجمال. عايزاكم بقى تجربوا طريقة القرصة المحوجة وتقولوا لي رأيكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل وصفاتي. واشوفكم على خير.